ما تتوقعوا حياتكن تكون إيجابية إذا أنتم محاطين بناس سلبيين، وإذا عم تعطوا طاقة ومساحة ووقت بحياتكن كتير لأشخاص سلبيين ما عندهم إلا الأفكار السلبية والأفكار يلي فيها شؤم وفيها كل الوقت قلق وكل الوقت في عدم سلام داخلي بكلامهم بأحاديثهم وبالجو العام يلي هن بيكونوا فيه. العقل كتير بيتأثر بهالطاقات يلي بتكون عم توصله. شو منفوت أفكار على عقلنا كي هيك بتكون حياتنا. إذا نحنا فوتنا أفكار سلبية على حياتنا ما نتوقع أنه حياتنا رح تكون إيجابية، لأنه العقل بيتأثر بهذا الموضوع وبيصير في عنده برمجة سلبية على تكرار هالمواضيع وعلى عايشة يوم بعد يوم. بتصير برمجة العقل سلبية، وهيدا بيحتم أنه في نتائج سلبية حتصير بالحياة، في حياة سلبية حتصير. والأشخاص يلي مش مصدقين يلي عم بحكي بيقدروا يعملوا ريسيرش صغير، تفتيش، ويشوفوا انه هودي المواضيع هن دراسات علمية مؤكدة. فالقرار عن جد عندكم، يا بتكونوا محاطين بناس ايجابيين او بتحدوا قد ما فيكم وقتكم مع الناس السلبيين، لانه يمكن تقولوا طيب في اشخاص يمكن بشغلي بالدائرة القريبة مني، طيب شو بعمل؟ بتحدوا وقتكم مع هالاشخاص السلبيين وبتزيدوا الوقت مع الاشخاص الايجابيين، لانه القصة منا لعبة. يعني الدماغ برمجة الدماغ منا لعبة، فيا هي بتكون برمجة إيجابية يا بتكون برمجة سلبية، والقرار عندكم أنتو. فإذا شوفوا مين الأشخاص الإيجابيين بحياتكم وكتروا وقتكم معهم، ومين الأشخاص السلبيين بحياتكم وخففوا قد ما فيكم وقتكم معهم. وبنلتقى بحلقات تانية من دقيقتين مع لايف كوتش.